صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم. ما خلت أن الدهر من عاداتني تروى الكلاب به ويضمى الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشرة، ويزيد في لذاته متنايا. هلا بك مأجور مأجور. خرج الحسين خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم
وزمزم يا ريت يا ريت يا ريت للهلال عاشور لسان حال كل موالي كل إمامي كل جعفري عندما ينظر إلى هلال محرم هلال محرم ينكسر قلبه يرق قلبه تدمع عينه يا ويل يا ويل يا ويل يا ريت يا ريت لن هلال عاشور عاشور لا بينوا لا لاح لنور أوف 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 بيه 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 انهدم لأهل المجد سور يا ما يأتم للعزي منصور يا ببيلدو ولي والشيعة والشيعة تبكي بقلب 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 مكسور مكسور على ابن النبي واصحاب البدور ون طيب خاطر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يا على ابن النبي واصحاب يا بالبدو ناديت دهاكم 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 يا باب الكرم يا باب الكرم يا المحد دهاكم دهاكم وسافة الدغر يا أخوتي دهاكم 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 هاكم جلبمتوني ساعدك إلا مولاتي يا زينب هاكم جلبمتوني متوني دهاكم دشوف وش سوى صوت العدوبية يا دشوف وش سوى صوت العدوبية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هدية منا إلى سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهدية منا إلى صاحب كلمتنا إمام عصرنا المهدي المنتظر الموعود، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، تعجيلا لظهوره المقدس، قضاء في حوائجه، حوائج الحاضرين، شفاء للمرضى. عطروا أفواهكم بأعلى الأصوات ثلاثا بذكر محمد وآل محمد. الدعاء مخ العبادة، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. يعني إذا الإنسان يسأل ويطلب ويدعو الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يكتب له أفضل أنواع العبادة. الدعاء مخ العبادة. يقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى بكل خشوع، بكل خضوع، بانكسار قلب. كل شيء في الوجود إذا انكسر فإنه إما تزول قيمته، وإما يكون قليل السعر، قليل القيمة. زين، ولكن هنالك شيء في العالم إذا انكسر حين ذاك تكون له قيمة، تكون له منزلة، ألا وهو القلب والفؤاد. القلب إذا انكسر تو يكون قيمة عند الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال: أنا عند المنكسرة قلوبهم. يقف العبد بكل خشوع، بكل خضوع، منكسر القلب، يسأل من الله عز وجل الذي بيده خزائن الدنيا وخزائن الآخرة، ومفتاح هذه الخزائن هو الدعاء. وكيف يدعو العبد؟ أفضل أنواع الدعاء يقدم بين يدي رب العالمين وسيلة. الله تبارك وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وكافة المسلمين قالوا بأن الوسيلة هو مولانا وسيدنا نبي الإسلام محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولاتنا فاطمة الزهراء، والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم جميعا سلام الملك الأعلى. زين، هؤلاء هم الوسيلة. ولعل في بادئ الأمر هنا يسأل سائل: أنك لماذا لا تسأل من الله عز وجل مباشرة؟ لما تسأل؟ لما تدعو الله تبارك وتعالى وتجعل مع الله واسطة، وتجعل مع الله وسيطا؟ ليش ما تسأل من الله عز وجل من دون واسطة؟ تسأل من الله هكذا مباشرة. عندما تسأل رب العالمين وتجعل وسيطا، هل هذا إلا شرك بالله جل وعلا؟ نقول له في مقام الجواب: أولا، نحن عندما نعبد الله تبارك وتعالى علينا أن نعبد الله على جميع ما أمرنا الله تبارك وتعالى. لا يمكننا أن نعبد الله في أمر ونعصيه في أمر آخر، ما يصير. هو الله الذي أمرنا جل وعلا، أمرنا
بالدعاء والسؤال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوني أستجب لكم. هنا أمر من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. نفسه والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الله عز وجل أمرنا بالدعاء، أمرنا بالطلب منه، أمرنا بالسؤال منه، لكن قال: إذا ردت تطلب من عندي، إذا ردت تدعوني، لابد وأن تجعل وسيطا بيني وبينك، لابد وأن تجعل واسطة بيني وبينك، لابد أن تجعل وجيها بيني وبينك. من خلال هذه الآية الكريمة، هذه الآية فيه أمران. الأمر الأول قال: اتقوا الله. الأمر الثاني قال: وابتغوا إليه الوسيلة. زين. بعدين أبناء النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام، عندما عصوا الله تبارك وتعالى، جاءوا إلى أبيهم، اجوا إلى أبوه، إلى أبيهم، إلى والدهم. إيش قالوا له؟ قالوا له القرآن يقول: قالوا يا أبانا استغفر لنا. زين، أرجوك سؤال أسألك: ماذا تفهم من هذه الآية الكريمة؟ يا أبانا استغفر لنا. هل تفهم من هذه الآية أن أبناء النبي يعقوب عليه السلام استغفروا الله عز وجل بشكل مباشر، أم أنهم استغفروا الله عز وجل بواسطة أبيهم النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام؟ ماذا تفهم؟ ستقول أني أفهم من هذه الآية أن أبناء وأولاد وعيال النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام استغفروا الله عز وجل بواسطة منه؟ بواسطة والدهم، بواسطة أبيهم النبي يعقوب، حيث قالوا يا أبانا استغفر لنا، يا أبانا استغفر لنا. زين، أرجوك، هل يجوز لنبي من أنبياء الله إذا رأى منكر، إذا رأى شيئا يعارض الدين، إذا رأى شيئا ينافي الدين، أن يسكت؟ هيهات، لابد وأن يبين الواقع، يبين الحقيقة، لابد وأن يبين الخطأ ويذكر الصح. إذا كان هناك شيء يتعارض مع الدين، يتعارض مع دين الله تبارك وتعالى، فحين ذاك كان يبين النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام، وكان ينهرهم، وكان يقول: عليكم أن تستغفروا الله عز وجل بأنفسكم دون أن تجعلوني وسيطا بيني وبين الله عز وجل. ولكن عدم فعل وعدم ردع النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام يدل على أن هذا العمل صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. بعدين تعال إلى النبي الأكرم رسول الله، قائد سفينة الإسلام، سلطان الأنبياء، أبو الزهراء محمد بن عبد الله، صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كم تجد هنالك في روايات، في أمهات الكتب، الناس كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون الدعاء لهم. يسألون، واحد يقول له: يا رسول الله، أنا ما يصير عندي ذرية، يا رسول الله ادعو الله كي يرزقني ذرية سليمة صحيحة صالحة. زين، يجي الآخر يقول له: يا رسول الله، أنا قليل الرزق، سل الله عز وجل أن يدر الرزق علي. زين،
يجي الآخر يقول له يا رسول الله ادعو الله عز وجل كي أرزق الشهادة في سبيله. زين، إذا كان هنالك شيء خطأ، إذا كان هذا شركا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عليك أن تسأل الله عز وجل بنفسك، لأن الآيات القرآنية تشير إلى أن هذا الأمر صحيح. أو يجي واحد يجي يقول شوية يعني يريد يعني يتكلم، يقول نعم قدم بين يديك واسطة، قدم بين يديك وسيطا، لكن لا في دار الدنيا وإنما في دار الآخرة. عجيب هذا الكلام، أنا شلون أقبله؟ هذا الكلام يعني أنا فقط في يوم الآخرة أحتاج إلى وسطاء في دار الدنيا، أنا ما تحدث لي أمور. يمو الدنيا كل ساعة تعرض على الإنسان شيء، وأنا أحتاج أن أسأل من الله عز وجل، أدعو الله جل وعلا. زين، ليش أنا في يوم القيامة أجعل وسيطا بيني وبين الله عز وجل وفي دار الدنيا لا أستطيع؟ الدنيا دار بالبلاء محفوفة، مثل ما أنا يوم القيامة أسأل من الله عز وجل وأجعل وسيطا بيني وبينه، كذلك في دار الدنيا أجعل وسيطا بيني وبين الله تبارك وتعالى. تعال إلى الآية الكريمة، آية المباهلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل بهؤلاء الأنوار، بهؤلاء الأبرار، بهؤلاء الأخيار، بأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والحسين عليهم صلوات المصلين. أرجوك، النبي جاب هؤلاء لماذا؟ سؤال، لما أتى النبي بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام؟ هل جاء النبي بهؤلاء كي يستجاب دعاءه، أم جاء بهؤلاء من باب إياك أعني واسمعي يا جارة كي يعرفهم إلى الناس، إلى المسلمين؟ يا ناس يا عالم، إذا صار عندك طلب مهم وحاجة ملحة عليك أن تقدم بين يديك واحد من هؤلاء أو كل هؤلاء. إذا قلت أن النبي دعاء ما كان يستجاب، زين، فهاي كارثة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بروحه وسيلة، لا يحتاج إلى وسيلة، إنما جاء بهؤلاء الأولياء، هؤلاء الأنوار، هؤلاء الأبرار، الكل من أمير المؤمنين والزهراء فاطمة والحسن والحسين عليهم جميعا سلام الملك الأعلى، لكي يعرفهم للناس. ولذلك نصارى نجران عندما أقبلوا إلى النبي قالوا له يا مصطفى، أخذوا يحاججون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له ديننا أفضل من دينكم. قال له طيب وما الدليل؟ قال له الدليل أن عيسى هو ابن الله. قال لهم طيب وما الدليل على هالكلام؟ عيسى ابن الله شلون؟ قالوا له هل رأيت ابنا من غير أب؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم هنالك قضية أغرب وأعجب بكثير من النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وذلك النبي آدم. النبي آدم ليس له أب وليس له أم، الله تبارك وتعالى خلقه من التراب. زين، فلماذا تقولون بأن عيسى ابن الله وهذا الكلام لم يسر إلى النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام؟ لجوا في كلامهم. النبي لما تخاطب إنسان وما يقبل المنطق ولا يقبل الحكمة ولا يقبل الدليل، حين ذاك النبي دعاهم إلى الملاعنة أو دعاهم إلى المباهلة. يعني الكاذب
يكون مورد غضب الله عز وجل. كل واحد من عنده يدعو. فاستنظروه إلى صبيحة غد، يعني أخذوا من النبي مهلة، وقت، زمان. ثم جاءوا إلى كبيرهم الأسقف، قالوا له حدث مع النبي كذا وكذا، والنبي دعانا إلى المباهلة ونحن استمهلناه إلى صبيحة غد. ماذا قال لهم كبيرهم الأسقف؟ شنو قال لهم؟ قال لهم انظروا إلى المصطفى فإياكم أن تباهلوه، يعني حذرهم. قال لهم إذا اجى بأهل بيته خلاص لهنا امسكوا على أنفسكم، إياكم أن تباهلوا، لأن هاي قضية مصيرية، قضية مهمة للغاية. فلما جاء ذلك اليوم الموعود، لاحظ، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسك بيد مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين وفلال الكتائب وغالب كل غالب، بطل الإسلام الخالد، مولانا سيدنا إمامنا شفيعنا علي بن أبي طالب. وجاء إلى الصديقة الطاهرة أم الوجود، عصارة هذا العصر، عصارة الزمان، الصديقة المبجلة المخدرة الماجدة، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجاء إلى قرطي العرش وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كريم أهل البيت أبو محمد الحسن المجتبى. وجاء إلى أبي الضيم سيد الشهداء أبو الأحرار الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ودعاهم أن يأتون معه إلى المباهلة. هؤلاء عندما رآهم كبير النصارى الأسقف عرف أن هنالك شيء حدث، عرف أن إن دعا النبي، إن باهلهم النبي، خلص لا يبقى لهم باقية. لذا قال تلك الكلمة، قال إني أرى وجوها لو سألوا الله لأزال، لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله، ولا يبقى نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة. قال لهم إياكم، لأنه أنا قاعد أشوف وجوه اللي هذول دعائهم مستجاب، دعائهم لا يرد، دعائهم مقبول. ولذا ما باهلوا النبي، ماذا صنعوا؟ إنما صالحوا النبي، ما خلوا النبي يدعو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لاعنوني لمسخوا قردة وخنازيرا ولهلكوا ولم يبقى منهم باقي أبدا. لكن باعوا نوع من الشطارة، لأنه إذا كان النبي يوم ذاك يدعو على هؤلاء كن على يقين ما كان يبقى هنالك نصراني على وجه الأرض. لذا صالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، حسب العادة السائدة في مثل هذه الليالي والأيام يذكر السيرة. لما مات معاوية ابن أبي سفيان في منتصف شهر رجب في سنة 60 من الهجرة، تولى من بعده ولده يزيد، وكتب يزيد إلى والي المدينة، هذا ابن عمه يكون والي المدينة اللي هو الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، ولاه معاوية سنة 95 من الهجرة.
لما جلس يزيد ابن معاوية على سدة الحكم كتب كتاب إلى والي المدينة، قال له طبعا أمره أن يأخذ البيعة من كبار المدينة، من وجهاء المدينة، وعلى رأسهم سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقال له إن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي بالرأس. لما وصل الكتاب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، الوليد دعا مروان ابن الحكم ليستشيره في الأمر. شو يقول له؟ شو يشير عليه؟ ماذا يشير عليه؟ مروان قال له أنا أعرف الحسين من هو سلام الله عليه، الحسين يأبى أن يبايع. على أي والي المدينة دعا الإمام الحسين في وقت من الليل. الإمام الحسين روحي له الفداء عرف أنه هنالك أمر حدث. زين، الرواية تقول المؤمن كيس فطن لا تلبسه اللوابس. عرف هنالك أمر جلي حدث، شيء مهم حدث. الرواية تقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. لذا الإمام الحسين روحي له الفداء عندما رأى أن هذا الأمر شيء لا يستهان به، لما والي المدينة لا يصطبر حتى يدعوني في الصباح؟ لما يدعوني في هذا الوقت من الليل؟ دعا جماعة من أهل بيته، من شباب بني هاشم، من شبان بني هاشم، دعاهم وأمرهم بحمل السلاح، وقال لهم، بين لهم الأمر، قال لهم أن هذا الرجل يعني والي المدينة، أن هذا الرجل دعاني في هذا الوقت يعني في الليل، ولم آمن عليه أن يكلفني أمرا وأنا لا أجيبه إليه، فكونوا معي واجلسوا عند الباب، فإذا رأيتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه مني. ثم أن الإمام الحسين سلام الله عليه أقبل إلى والي المدينة ومعه هالكوكبة من بني هاشم حتى صار إلى الوليد. دخل على الوليد، الوليد نعى معاوية، يعني قال له معاوية مات. فاسترجع الحسين عليه السلام، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر مستحب. إذا سمعت بوفاة أحد، بممات أحد، مستحب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فاسترجع الحسين عليه السلام، ثم قرأ الوليد كتاب يزيد على الحسين عليه السلام. الإمام التفت إلى والي المدينة قال إني لا أراك تقنع ببيعتي هذا سرا حتى أتيك في جماعة من الناس، حتى آتيك جهرة لترى وتعرف الناس. يعني أنت الآن لو بايعتك ما راح تقتنع ببيعتي. ليش؟ لأن هذه بيعة سر. راح تطلب من عندي ثانية أن أبايعك جهرة بحضور من الناس حتى تعرفها، الناس تعرف هذا الأمر. قال له أجل. قال له إذن تصبح وتصبحون وترى رأيك في ذلك. قال انصرف على بركة الله حتى تأتينا مع جماعة من الناس. هنا اتدخل في القضية منه مروان ابن الحكم. قال أيها الأمير احبس الرجل ليبايع وإلا فاضرب عنقه.
الإمام الحسين وثب بأبي هو وأمي وقال له: أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. ثم التفت إلى والي المدينة قال له: أيها الأمير، أنك تعرف، يعني تعرفنا من نحن، أنك تعرف أن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل معلن بالفسق قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله، فتصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. هنا نعم ارتفعت الصيحة، فدخل هؤلاء الثلة، هؤلاء الكوكبة من شبان بني هاشم، هؤلاء الأقمار، وعلى رأسهم قمر بني هاشم مولانا وسيدنا أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وأخرجوا الإمام الحسين معززا مكرما. الإمام الحسين من بعد ذلك ذهب إلى وداع وزيارة قبر جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ يصلي من الليل وحتى الصباح. في الصباح الإمام الحسين رفع يديه بالدعاء وجعل يدعو الله، يسأل من الله عز وجل. نعم، ثم بكى بكاء شديدا، ثم نام قليلا، وإذا به يرى في عالم المنام، وإذا يرى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه كتيبة من الملائكة ورعيل من الأنبياء عن يمينه وعن شماله وبين يديه. أقبل وأقبل حتى ضم الحسين إلى صدره وقبله بين عينيه وقال: حبيبي حسين، كأني أراك مزملا بدمائك بأرض كرب وبلاء، وأنت عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. يعز عليك يا صاحب الزمان، يعز عليكم يا مؤمنين. ثم قال له: حبيبي حسين، إن أباك وأمك وأخاك أقبلوا علي وهم مشتاقون إليك، وإن لك لدرجات في الجنان لن تنالها إلا بالشهادة. وكأني بالإمام الحسين يخاطب جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: يا جداي خذني معك في قبرك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. الله يرحم صاحب هذه الأبيات، اللي حافظ الدعاء يقرأ، اللي حافظ هذه الأبيات يقرأها وياي. فعلى من داخل القبر صراخ ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا حسين، ستذوق
موت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرين منجدلا. وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا. أين المنادي ينادي وإماما وسيدا وحسينا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا. صدرك الطاغر بالسيف يعز الودجن. ونه هي صدرك الطاغر بالسيف يحز الودجن. ولكن تعال معي إلى مولاتنا زينب العقيلة. زينب هي التي تحرك الأشجان، هي التي تحرك الأحزان. زينب هي التي تحرك الدموع والبكاء. نادت وبيت أنا رفضت الفرح يا أخويا. وبيت لقضي بالعمر ولقضي بالحزن عمري. وبيت على اللي فارق عياله. وبيت أخوي حسين ما يرجع علي. ساعدك إلا مولاتي يا أخوي حسين ما يرجع تقل أخويا وداري يا أخويا تعلم بحالي. وداري وشاجف عن يتاماكم. وداري أميد يرغى تزغي. أيوا سيدتا أيوا مصيبتا أميد يرغى تزغي. وداري عقبكم يا اخوتي ظلت خليه. عقبكم يا اخوتي ظل بيت الدعاء. وأسألكم الدعاء. يلي عندك حاجة، يلي عندك مريض ما أدري، اطلبها من صاحب هذا المأتم، من صاحب هذا المجلس. نادت وينه الغى ألوم العذل روحي وين غلغى وحرت بدموع عيني وين غلغى هاي الدار نجدك وين راحوا أصحاب هذا البيت. هاي الدار نشدك وين.
أهل تجاوب نخلة وتحت الوطي، تجاوبني خلا وتحت الوطية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد.